طب ايه، هنفضل قاعدين ونشيل في وش بعض كده؟ عايز ايه؟ هو ايه اللي عايز ايه؟ انت عاجبك حالنا كده؟ يا ابني في ايه؟ ما كل واحد فينا بعت كل خدامه عشان يستدرجوهم ويطلعونا. اوف قد ايه انا بكره عالم الانس دول. قد ايه مستني اليوم اللي هطلع فيه من هنا عشان اقضي عليهم كلهم. ده كلنا، مش انت بس يا امونس. مش عارف هنفضل على كده لحد امتى. لحد ما انسي يخرجنا من هنا يا عم امونس. يعني انتوا عارفين اللي يخرجنا من هنا؟ انت عايز ايه يعني؟ عايزكوا تشتغلوا اكتر من كده يا لومار. يا ابني نشتغل اكتر من كده ايه؟ كل ما حد يجي يقرب من الباب يخاف ويمشي، عمر ما حد فكر انه يفتحه. احنا مالنا حظنا كده؟ حظنا كده؟ طول عمرك متسرع يا امونس، طول عمرك متسرع وما عندكش صبر. هو مش تسرع يا زاحف، هو مش تسرع، هو هو زهق. بص احنا بقالنا كام سنة هنا؟ 17 سنة، حسباهم يوم يوم لما ساعة ما فتحوا الباب زمان. طب كويس انك عارفة يا ايرس. هو ايه اللي كويس انك عارفة؟ ده انا اكتر واحدة مستحملاكوا هنا. انا ممكن بكل بساطة اخد بعضي واطلع اشوف حالي، لكن انا مستنياكوا. حظك بقى، قدرتك غير قدراتنا، تقدري تستخدمها هنا وهناك. بالظبط كده، كويس انك عارف. هتذلينا بقى؟ هي مش قصة بذلكوا ازاي، انا بعرفكم انا قد ايه قاعدة معاكم مستحملاكم وصبر عليكم. يمكن الباشا يتعلم. اتعلم ايه يا ايرس؟ اتعلم ايه؟ انت يا بابا معاك قوتك، انت سواء اتحررتي او متحركيش قوتك معاكي، لكن احنا محتاجين نتحرر عشان نستدعي قوتنا. بس تفتكر يا امونس ممكن يحصل معانا زي ما حصل معاك زمان ونتحبس بعد ما نتحرر على طول؟ ما اعتقدش. لما اتحررت زمان يا غمار هم قفلوا الباب في ساعتها، ملحقتش اعمل اي حاجه. لكن المره دي لا، ما اعتقدش انهم هيلحقوا. بس قلبت العمارة انت ساعتها. يا ابني البشر اغبياء، ضعاف، طماعين. انا مجربهم قبل كده، اسهل حاجه في الدنيا انك تضحك عليهم. بس لولا انهم قفلوا الباب بس ساعتها، نفسي اطلع تاني عشان اكمل اللي بدأته من 17 سنه. ونخرج، هنخرج يا قمر متقلقش. ايه اللي مأكد لك كده يا زاحف؟ انا خدامي مش زي اي خدامي يا قمر. ماشي، لما نشوف. وعدوا ثانية، 2، 3، والباب فتح. يلا يا أونس، دورك يا وحش. حسام فضل ينادي على عبده بس عبده ما كانش بيرد. عبده، يا عبده انت فين؟ يا عبده انا خايف، انت فين يالا؟ هو قاعد عمال ينادي عليه وعبده ما بيردش كأنه اختفى. ومرة واحدة نسمع صوت الباب اللي كان فيها عبده، باب الأوضة اللي كان فيها عبده، يتقفل ايه؟ يترزع. فيروح حسام مطلع فلاش تليفونه ويشغله. هو يشغله من هنا يلاقي منظر قدامه مش طبيعي، حاجة يعني ما منظرها تخض. بس في ثانية كده إلا ثانية، لو في ثانية وتختفي على طول. يبص عده ثانيتين كمان يلاقي باب الشقة عنده اتفتح، هوبا ياخد بعضه ويطير على بره. هو مجرد ما طلع من الشقة من هنا وقفل الباب يبص وراه لقى عبده نازل من الدور اللي فوقيه. ايه ده؟ لا لا انت مين؟ هو ايه اللي انا مين؟ انا عبده يالا. عبده امال مين اللي جوه؟ ايه ده وانت سبتني جوه؟ يا عم مش وقته، يلا اجري. طبعا في ثانية إلا ثانية بيكونوا طايرين، هما ما بيفكروش، هما واخدينها جري، واخدينها طيران، بيطيروا على السلم. طبعا هما بيجوا جري خوف، مش بيجوا جري سرعة ولا حاجة، هما خايفين، هما بيجروا، الأجواء أصلا لوحدها تخض اللي حواليهم. فاهمني؟ يعني حط نفسكم مكانهم كده، في عمارة منظرها يخض أصلا من بره ومن جوه، تمام، وبالليل والنور قاطع، يعني انتوا مش معتمدين بس غير على الفلاش اللي في تليفونكم. المهم هما نازلين وخلاص، هما في الدور الاول ونازلين على الدور الارضي اللي هو خلاص نازلين على اساس انهم هيلاقوا باب المدخل قدامهم ويطلعوا بره. ملقوهوش، لقوا نفسهم في الدور الاخير. فراح حسام جاي قايل: ايه ده؟ هو ده الدور الاخير؟ هو ده الدور الاخير؟ انت بتسالني انا؟ يا اسطى الدور الاخير يا اسطى. طب تعال. ونزلوا تاني. العمارة 6 ادوار، حسام ساكن في الدور الرابع. تمام. المهم هما نازلين يعدوا على شقة حسام، فيروحوا حاطين ودانهم جاية على الباب يسمعوا
سمعوا صوت صريخ، ما فكروش خدوها جري على تحت. بس وهم نازلين يحصل معاهم نفس اللي حصل تاني، يبقوا خلاص في الدور الاول ونازلين على اساس انهم يلاقوا باب قدامهم ويطلعوا، ما يلاقوهوش، يلاقوا نفسهم في الدور الاخير، فيروحوا نازلين تاني ويحصل معاهم نفس اللي حصل تاني مرة واتنين وتلاتة. فيروح حسام جاي قايل ايه ده الدور الاخير برضه؟ قلتلي الدور الاخير برضه. ايوه يعني هو ايه اللي بيحصل ده؟ يعني هو الادوار بتتكرر ولا العمارة تولت ولا في ايه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجة حصلت، لا تقلقش، بس احنا كده بننزل فوق. احنا ايه احنا بننزل فوق يا حسام، احنا اتحبسنا في العمارة. يا لهوي يا لهوي، هو اللي بيحصل ده؟ فهم واقفين كده مش فاهمين حاجة، فيروح حسام يجي في دماغه فكرة. طب بقول لك ايه، انا عندي فكرة. قول. دلوقتي مش احنا كده نطلع نزلنا، انت فاهمني؟ فاهمك كمل قول. ماشي، احنا هنعلم الدور ده بأي علامة وننزل فنطلع تمام ونشوف الدور ده، تمام كده؟ انت كده فاهمني ولا ايه؟ ايوه هنستفيد ايه يعني من المشوره دي؟ بص، لو علمنا الدور ده بحاجه ونزلنا فطلعنا والعلامه لسه موجوده فالحمد لله احنا في نفس العماره، لكن لو علمنا الدور ده بعلامه ونزلنا وطلعنا فالعلامه اختفت فاحنا في نفس العماره برضه بس مسكونه. يا ابني احنا سواء علمنا الدور ولا ما علمناهوش احنا في كل الحالات العماره مسكونه. يا ابني احنا بننزل ونطلع ما نزلناش، انت فاهمني؟ لا والله يا عم وربنا انا اللي كمان فاهم والله العظيم. ماشي، طب هنكتب بايه؟ هنكتب بايه؟ انزل هتلاقي مكتوب على اول الشارع، روح القلم بسرعه وتعالى. هو انت بتهزر يا عبده؟ هو يا ابني هو مين فينا اللي بيهزر؟ انت عبيط، احنا هنجيب منين حاجه نكتب بيها؟ فمره واحده حسام يبص قدامه يلاقي الحيطه اللي قدامه مليانه تراب، فيفكر انه يكتب عليها حاجه اللي تبقى هي دي العلامه يعني. بص الحيطه دي مليانه تراب. انا واخد بالي من كده، ده انت لمح قوي اهو صح. بتهزر تاني يا عبده؟ يا عم انجز قول، طب هنعمل ايه؟ هنكتب عليها يعني؟ اه بس هنكتب ايه بقى؟ استنى وراح جاي كاتب ايه زائد اتش. ايه ده اللي هو حرف يعني، زائد اتش اللي هو حرف، يا عبده وحسام تمام كده. ونزلنا وطبعا نزلوا لفوا نفس لفتهم ولقوا نفسهم في الدور اللي كانوا عاملين فيه العلامة، بيلاقوا اللي كاتبينه هو بس متضاف عليه حاجة زيادة. بيلاقوا مكتوب ايه بقى؟ ايه زائد اتش بيساوي ار اي بي. فراح عبده بص هو من بره كده وقال ده ايه ده؟ ما اعرفش نهار اسود ايه ده؟ بص المكتوب، بص يعني يعني احنا ايه اللي هيحصل دلوقتي كده فينا؟ فراح عبده بص له كده، هو اللي همك ايه اللي مكتوب؟ هو هو اللي همك ايه اللي مكتوب؟ يا اسطى هو ازاي اتكتب اصلا؟ هو ازاي اتكتب؟ مفيش حد غيرنا وانت في العمارة. ايوه صحيح حريص يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة، انا خايف. فهم واقفين بيتكلموا، عبده رامي عينه على الحيطة، يعني على طول مركز على الحيطة فاهمني؟ فهو بيبص لقى كده تحت الكلام ده اللي هو ايه زي اتش بقى، الكلام ده مكتوب تحتها 3 الصبح، 3 اي ام، 3 صباح. ايه ده؟ بص ايه ده وقت ايه ده كمان؟ راح مكتوب تحتها وقت فتح المقبرة. فراح حسام سأل عبده وقال له وقت فتح مقبرة ايه؟ هو انت فتحت مقابر؟ يا عم اسكت بقى، بطل اللي بتشربه ده، افتح مقابر يا ابني، من اول اليوم انا معاك. امال هم قصدهم على ايه؟ معرفش. فالمهم قعدوا شوية ونزلوا تاني عشان يحاولوا يمكن يلاقوا المدخل ده ويعرفوا يطلعوا من العمارة الملبوسة دي. ينزلوا تاني ويحاولوا تالت ويجربوا الرابع ومفيش فايدة. فمرة وهم نازلين بس واخدينها جري عايزين ينجزوا يعني، وهم نازلين حسام بيرمي عينه على الحيطة كده بيبص يكون كتبت حاجة تاني على نفس الدور اللي كانوا معلمين بالعلامة، لقى مكتوب ما تحاولوش كتير. فراح عبده قايل ما نحاولش كتير. بصراحة أنا حاسس الموضوع بدأ يكبر وبدأت أقلق وأخاف. وأنا بصراحة بدأت أخاف يا ابني، أنت من أول القصة وأنت خايف يا حبيبي، أنت ما تعرفش أنا خايف يعني يا عبده، هو اللي إحنا كده متخافش منه يعني؟ لا بصراحة يتخاف منه، يا نهار اسود ومنيل ايه ده؟
ببص قدامي يا جماعة على آخر السلم اللي بيطلعنا على الدور اللي فوقينا، يعني على آخره كده. ببص لقيت طفل واقف، عينه سودا بالكامل، لابس لبس مقطع، ووشه كأنه راجل كبير. أول ما حسام شافه لا 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 الله، لا لا لا، انت مين يا عم؟ انت بقى مكان دكاترة ازاي؟ ايه يا عم كل الأسئلة دي؟ ما عشان ما يجريش وراه، ده كده هيجري وراه. اسكت. مرة واحدة واحنا واقفين لقيناه بيطرقع رقبته بطريقة غريبة قوي، وبيكحت برجله على الأرض كأنه هينقض علينا زي الطور كده. فراح حسام جاي قايل لي: بقول لك ايه، انا عندي فكرة. قول له بسرعة، هي مش العمارة تولد وكله هننزل نبقى طلعنا؟ ايوه بسرعة انجز. يبقى خلاص ناخدها جري ونفرها دلوقتي. اه طب يلا بينا. في ثانية إلا ثانية لقينا نفسنا بنطير، والله ركبنا بدلات في رجلنا، بقينا بنطير على السلم، والواد مفلق ورانا مش رايحين. الله اكبر، عايز مننا إيه؟ معرفش. احنا نجري هو يجري ورانا، احنا نجري هو يجري ورانا. طبعا العمارة بتتعاد، يعني اللي هو ايه، هو ما ننزل نبقى طلعنا. فاحنا نزلنا مرة ماشي، في التانية يلا مكملين، والتالتة وسرعة الريت عملت تزيد عن الأول، يعني كل مرة بيزيد أكتر وبيقرب مننا أكتر. المهم خلاص نسيب في المرة التالتة، وخلاص في الدور الأول، وخلاص احنا عارفين إن احنا هننزل على الدور الأخير. ما لقيناهوش، لقينا المدخل. احنا نزلنا من حسام شاف المدخل من هنا فراح مصوت: ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ هو مش المفروض؟ ايه ده؟ هو ايه اللي جابنا دلوقتي؟ يا عم يلا يلا، الباب مقفول. في ثانية لقينا الباب اتفتح، يلا يلا بسرعة. احنا بنجري هنا خلاص مفلقين، الباب اتفتح قدامنا خلاص، عايزين نجري عشان نطلع بره العمارة دي. لقينا الواد جاي لنا من بره، فرحنا قافلين بسرعة الباب في وشه ورجعنا تاني كملنا جري. المهم طلعنا، فضلنا نجري كده كام دور، مرة واحدة الصوت اختفى، وهو شخصيا اختفى. حسام اول ما طلع بيبص كده اتأكد انه مش وراه، فراح قايل: يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، احنا كنا خلاص هنطلع. احرقك، الله يحرقك يا رب. وايه العمارة بنت الملبوسة دي؟ اللي بيحصل ده كتير، كتير قوي كمان. لا 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 لا، انا مش عارف انا عملت ايه في دنيتي عشان يحصل فيا كل ده. انا مش قادر، انا فرهطت خلاص، انا تعبت. مرة واحدة واحنا واقفين بنتكلم، نسمع صوت باب فوق بيتفتح، فتلاقي بره عشان راح فارد ظهره كده مرة واحدة، وقال لي: ايه الصوت ده؟ عايز بقى اعرفكم ملاحظة صغيرة كده. احنا في الدور اللي احنا عملنا فيه العلامة، ومعرفش كده في ايه زي اتش قرايبي والكلام ده كله، 3 الصبح وقت فتح المباراة، الكلام ده كله كان في نفس الدور، وكان الدور التالت، يعني فوقينا الدور الرابع اللي ساكن فيه حسام. تمام كده عشان بس تبقوا معانا في الصورة، يلا نكمل. فهم واقفين مبرقين كده لبعض ومش شايفين حاجة. بعد ما حسام سأله ايه الصوت ده، راح عبده قايل: معرفش، بس تفتكر مين اللي فتح الباب؟ ممكن ما يكونش فتحه، ممكن يكون قفله. فراح ردت على حسام وقال له: لو فتحه فممكن يكون خارج، وممكن يكون داخل. فراح ردت على عبده وقال له: ممكن يكون خارج. ايه خارج دي؟ ممكن يكون خارج، ولو خارج هيبقى يا طالع يا نازل. فراح رد على حسام وقال له: لو طالع 60 داهية، بس لو نازل هيبقى جاي لنا على هنا، مش كده برضو ولا ايه؟ استنى، ممكن يكون داخل. ما هو لو دخل في 60 داهية برضو، بس هو هيدخل ويسيب الباب مفتوح عادي؟ يعني هو لو خارج او طالع او نازل هيسيب الباب مفتوح برضو؟ واحنا واقفين بنتكلم وقاعدين بنحلل اللي ممكن يحصل، قطع كلامنا صوت باب بيترزع، مش بيتقفل، لا بيترزع. فراح جاي حسام قايل: بس اهو ما زعلناش. فراح قافل الباب. والله انا كنت هقول لك يلا نجري، بس انا مش قادر، انا رجلي وجعاني والله. تعالى نطلع نشوف اللي بيحصل فوق. والله هو انا كنت هقول لك يلا نطلع نشوف اللي بيحصل فوق، بس بص على الحيطه. بنبص على الحيطه لقينا مكتوب: ما تطلعوش فوق. فراح حسام قايل: ما نطلعش فوق، بس طلبتيها ونلتيها. إيه ده؟ هو ايه اللي طلبتها ونلتيها؟ هو مين اللي طلبتها ونلتها اصلا دي؟ الحيطه يا اخويا الحيطه. ايه ده؟ طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ هنام، هنام عشان انا تعبت خلاص. ايه ده؟ انت كبير يالا، انت جايلك قلب تنام في وسط الاجواء دي؟ اه. طب وحوار الساعة 3 ده هنعمل فيه ايه؟ يا عم ايه الساعة 3؟ يعني هننزل ساعتين من دلوقتي الساعة 3 يا عبدو؟ الساعة بص، الساعة كام دلوقتي؟ بص الساعة 9. الساعة 9، طب اديك قلت اقعد من 9 ل 3، يا عم ننام وهنبقى نصحى الساعة 5 بإذن الله. وساعتها بنروح على مشهد تاني خالص، بيبان فيه بنت
قاعدة على مكتبها وبتقلب في ورق، بس ما كانش أي ورق، وجنبها تليفونها. وهي قاعدة راحت قايلة: يا ترى هلاقيكوا امتى، يا ترى هلاقيكوا امتى. وهي قاعدة تتكلم تليفونها رن، فراحت ماسكة ورد عليه: الو، ها عملت ايه؟ فاللي بيكلمها ده رد عليها وقال لها: لقيناهم يا سيلين، لقيناهم. بجد؟ بتتكلم جد يا وليد؟ ايوه، ابعتلك اهو صورهم وكل التفاصيل على الواتس. طيب ماشي، سلام سلام. وقفلت معاه وفتحت الواتس، فراحت اللي بيتكلموا ده اللي هو اسمه وليد بعت لها شوية صور، من وسط الصور دي صورة عبده وحسام. راحت البنت اللي اسمها سيلين دي قالت: ياه، أخيرا لقيتكم أخيرا. وبنرجع تاني لمشهد عبده وحسام وبيكونوا راحوا في النوم. عدى ساعات كتير قوي وهم قاعدين اهو بفرح، غلبهم النوم يعني، بس بيحصل صوت ساعتها بيقومهم من نومهم مفزوعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه الصوت ده؟ ده عبده قام وهو مفزوع بيقول ايه الصوت ده، فحسام كمان صحي معاه، فراح قايل له: ايه الصوت ده يا عبده؟ معرفش، انا صحيت زيك مخضوض. ايه ده، ايه صوت الدوشة اللي طلعت صحيح؟ معرفش، وانا جسمي متكسر قوي. ايه ده؟ ايوه وانا كمان. هي الساعة كام؟ فحسام بيطلع التليفون يبص في تليفونه يشوف الساعة كام، بيلاقي الساعة 3 ودقيقة. يا اسطى الحق، الساعة 3 ودقيقة. طب يلا يلا بس تعالى نقوم. فراح شاي قايم وفراح واخده يعني سنده يعني من ايده كده، وهما الاتنين نزلوا مع بعض. أول ما بينزلوا طبعا بينزلوا خلاص، هو بيعدوا الدور الأول يعني عادي، ويلاقوا مدخل قدامهم عادي كأن مفيش أي حاجة ايه من اللي هما شافوها قبل كده دي. واقفين لقوا نفس المنظر اللي شافوه قبل كده قبل ما يطلعوا في الحلقة التانية لو فاكرين. بيلاقوا البنت اللي واقعة وحواليها الخفافيش اللي ميتة دي، ونفس اللمة اللي حواليها هي كأن مفيش أي حاجة غيرت، ولا كأنهم طلعوا ونزلوا وجريوا وكل الكلام ده حصل. فحسام فضل باصص ومستغرب كده. إيه ده؟ بقول لكم ايه، هو انتوا من ساعتها وانتوا واقفين نفس الوقفة يعني، محدش اتحرك ولا خدتوا أي خطوة ولا طلبتوا إسعاف ولا حتى طلبتوا المطافي، يعني انتوا واقفين بتتفرجوا عليها من ساعتها؟ فراح واحد من اللي واقفين ده فراح قايل له: يا ابني احنا لسه مكتشفين الحادثة دلوقتي. دلوقتي؟ هو إيه دلوقتي يا باشا؟ احنا كنا هنا الساعة 7:30 تقريبا كده، وشفنا نفس المنظر ده بنفس كل حاجة. طلعنا مش مهم اللي حصل فوق يعني، المهم ان دلوقتي الساعة 3. فهو انت خد بالك من 7:30 ل3، بص انتوا سايبينها كل الساعات دي. فراح نفس الراجل فراح قايل له: يا ابني الزرادة ايه يا ابني، الساعة 7:30 دلوقتي. 7:30 دلوقتي؟ قول 7:30 دلوقتي يا عم. يا عم الساعة 3، استنى اطلع لك التليفون. هو بيفتح التليفون وبيبص، كان ساعتها في نفس الوقت عبد فراح طلع التليفون بسرعة بيبص، لقوا الساعة 7:34 دقيقة. الحق الحق يا عم انت، الحق الحق، الساعة 7، الساعة 7:34 دقيقة. ايوه الساعة 7:34 دقيقة فعلا. يا نهار ابيض، يعني ايه؟